السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة نتكلم يعني تكملة موضوع بزيرة وحسين الشحات. طبعا قلنا إن والده طلع اتكلم وقال إن ما احنا ما عندناش مشكلة خالص، وإن طبعا حسين الشحات عمل كده من باب يعني من ناحية الاستفزاز وبيستفزه، مش قصده طبعا يتنمر عليه، وقال احنا ما عندناش مشكلة، يعني ما فيش أي حاجة من جهتنا، لا هنشتكي ولا هنعمل أي حاجة. والكلام ده مش كلام، ده الكلام ده نقلا عن كابتن ابراهيم عبد الجواد عبر اون تايم سبورت، طبعا مش كلامي. لو حد سمع الحلقة او حد مثلا عايز يسمع الكلام ده هيبحث طبعا وهيشوف. كابتن ابراهيم عبد الجواد مش هيطلع يقول حاجة غير وهو متأكد منها مليون في المية. فهو طلع بنفسه قال ان والد بزيرة نفسه طلع يتكلم وقال الكلام ده، احنا ما عندناش مشكلة ومفيش اي مشكلة من اللي فعله حسين الشحات. هو كان بيستفز ابني عشان خاطر يعني يشتت تفكيره وتركيزه، ومفيش بالنسبة لنا أي مشكلة، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة لابني. تمام، فخلاص يا جماعة نقفل الموضوع ده بقى وكفاية على كده. يعني بلاش بقى الموضوع ده، انتوا اديتوله أكتر من حجمه وخلاص. يعني الناس نفسهم طلعوا قالوا احنا مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا. بالنسبة لكابتن محمود الخطيب والقايمة بتاعته، طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، كابتن ياسين منصور طبعا نائب الرئيس، وبقية القايمة طبعا زي ما هي. طبعا كابتن حسام غالي بعد عن الصورة، ودي حاجة أنا فرحان بيها، وأكيد طبعا أغلب جماهير النادي الأهلي إن لم يكن معظمهم فرحانين بالخبر ده، إن كابتن حسام غالي بعد عن الصورة، وما نتمناش إن احنا نشوفه بعد الكلام اللي طلع قاله. ورجوع سيد عبد الحفيظ أكتر واحد يفيد النادي الأهلي، وأكتر واحد يشتغل بجد في النادي الأهلي، ومصلحة النادي الأهلي عنده فوق كل شيء، فوق مصلحته الشخصية. صدقوا حاجة زي كده؟ فعلا فعلا كابتن سيد عبد الحفيظ اكتر واحد يخلص للكيان، واكتر واحد يخدم النادي الاهلي بدون اي حاجة. الراجل ده بجد يعني مش انا اللي هقول لكم عليه، طبعا جماهير الاهلي كلها عارفة الموضوع ده وعارفة الكلام ده من غير ما انا اتكلم فيه، ومش انا يعني اللي هتكلم فيه. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويكون موفق في المنصب ده ويفيد النادي الاهلي، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي دايما على منصات التتويج وفي احسن حال. وان شاء الله باذن الله يظبط لنا الدنيا ان شاء الله. يعني املنا في وجه ربنا كبير، ثم في الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يرجع يظبط لنا الدنيا، وكابتن طبعا ولي صلاح الدين، كابتن محمد يوسف، اي حد موجود في المنظومة له مننا كل الدعم، كل الدعم، واحنا في ظهر النادي الاهلي دايما.